ازيكم؟ هنصب كده كوبايتين عصير حلوين، شربناهم. اوعوا ترموا العلبة. هقولكوا هنعمل ايه. هنقسمها 3 انصاص، وناخد الجنبين اللي ناحية الشمال واليمين، ونجيب كمان علبة ونعمل فيها نفس الموضوع. هنجيب شوكولاتة، شوكولاتة اللي هي قوالب، ونسيحها. لو مش عارفين تسيحوها بايه، بالاستشوار. بعد كده نفتحها ونصب في كل قالب من القوالب دي. القوالب دي اللي هي اصلها بتاعت العصير دي، خلاص بقى اسمها قوالب. تمام. ونحط في واحد دارك وواحد شوكولاته بيضه والتاني شوكولاته عاديه. وبعد كده نزين الشوكولاته البيضه بالشوكولاته العاديه السوداء، وكمان نحط فيها البتاع دول ايوه، نكملها. ونروح جايين بشرين عليها حبه، ونجي عند الشوكولاته الدارك نحط بسكوت لوتس ونزين برضو. وبعد كده نجيب كراميل نبشره عليها. والتالتة نجيب جوز هند، اللي هو ده بتتباع عادي، نحطها ونحط عليها جوز هند عادي بقى، نبشر عليها من فوق. ونحط لوز. والرابعة نجيب اناناس مجفف وبرضو نحط من فوق، ونحط عليها بسكوت. وده بسكوت بالسكر وطعمه بجد تحفة. تمام. خلصناهم نحطهم في التلاجة. وده شكلهم بعد ما خلصوا. بقى قوالب جاهزة عندنا من علبة عصير. انتوا متخيلين يا جماعة؟ ونقطع بقى وناكلها. وحقيقة يعني شكلها جامد وطعمها اجمد. عندنا بقى هنجيب فراولة ونقطعها، وكمان هنجيب ليمون ونقطعه. بعد ما قطعناهم هنحط سكر ومية ونغليهم على النار بحيث ان هو يبقى سيرم. ونحط البرتقان عشان يتشرب من السيرم ده ويكون طبقة من فوق. وهندخله هو والفراولة الفرن. وكمان هنعمل كده في الفراولة، هنقطع الحتة الخضراء ونقطع برضو ونعمل نفس الموضوع. ونجيب التوت برضو ونعمل نفس الموضوع. خلصنا خلاص، ندخلهم في الفرن وهيخرجوا لنا مجففين. اه والله يا جماعة مجففين. هنجيب شوكولاتة بيضة ونحطها في قالب صينية، ونفضي منها الهواء، ونزين الوش بالبرتقان والتوت. طبعا ده كده مجفف، وبندق كمان نجرزه فيه عشان يدي طعم. ونجيب قالب تاني نحط فيه شوكولاتة سودة، ونحط فيها فراولة المجففة اللي احنا نشفناها. هنزينه كده، وكمان نحط فيه انا مش عارفه ايه الاخضر ده بصراحه، بس ما علينا. وده شكله بعد ما خرج من الفرن. تجربه سهله جدا جدا جدا، مش مكلفه خالص. الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى غاليه فيها هو التوت ده عشان مستورد بس، وممكن تستغنى عنه. وبس كده هنلفها وتبقى احلى هديه من اللاشيء. يعني انتوا متخيلين؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه. لو عندي على الفيس اعملوا لايك على الصفحه.